بسم الله الرحمن الرحيم. فما يخفى عليكم بأن قضية القدس هي قضية المسلمين المحورية، باعتبارها تمثل ثلث مقدسات المسلمين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. الصهاينة في سبيلهم للقضاء على هذه القضية وتمييعها يستخدمون عدة وسائل، ومن وسائلهم المتأخرة التطبيع. وهذا التطبيع سموه بالاتفاقات الإبراهيمية أو الإبراهامية، ويقصدون بذلك بأن الديانات الثلاثة التي هي اليهودية والنصرانية والإسلام تجتمع في إبراهيم عليه السلام. وللأسف يساعدهم على ذلك بعض الحكام الخونة وبعض من باعوا دينهم بدنيا غيرهم ممن يسمون علماء. والواجب على المسلمين جميعا أن يعتقدوا يقينا في أن إبراهيم عليه السلام كما قال ربنا في القرآن: ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك هذه الاتفاقات التي عقدت مع بعض الدول لا قيمة لها شرعا، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني لا قيمة لها شرعا، وبالتالي لا قيمة لها واقعا. وكل هذا منكر يجب على المسلمين أن يسعوا في تغييره. أيضا لا بد أن يعتقد المسلمون بأن الجهاد الذي يقوم به إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس هو السبيل الوحيد لتحرير هذه المقدسات وتخليص إخواننا من ربقة الاحتلال الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وكل من تعاون معهم في ذلك سواء كان بماله أو بدعائه أو بتعريف المسلمين بقضيتهم فهو على خير عظيم، وهو ممن اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم يقولون بالحق وبه يعدلون. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصر إخواننا المجاهدين. الخطر الصهيوني ليس قاصرا على فلسطين فقط، فاليهود كما نعلم جميعا يعتقدون بأن حدود دولتهم أكبر من الحدود الحالية لفلسطين، ولكنه الآن وصل إلى مرحلة إنشاء الدولة العبرية، ولذلك يركزون على ترسيخ وجودهم في فلسطين وعلى تأمين الأجواء المحيطة بهم، الأجواء المحيطة بفلسطين، وأعني بها الدول العربية والدول المسلمة، ومن خلال مشاريع كثيرة لعل من أبرزها وفي مقدمتها مشروع التطبيع. أي أن الخطر الصهيوني خطر ممتد ليس قاصرا، خطر يتوسع يوما بعد يوم. والحالة الآن التي نراها على الواقع أنه للأسف حققت الدولة العبرية اختراقات واسعة للجبهة العربية والجبهة المسلمة، وهذا يقتضي منا التصدي لهذا الخطر الصهيوني من خلال كل الوسائل التي نستطيع أن نقوم بها. وبما أن الموضوع مختصر فأقول بأنه تحصين الجبهات الداخلية من هذا الخطر في كل بلد عربي ومسلم تكاد تكون الخطوة الأولى للتصدي لهذا الخطر. فبناء قاعدة قوية شعبية رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني هي وسيلة الحماية الأولى، طوق الحماية الأول لبلادنا تجاه هذا الخطر الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسبوع القدس العالمي نقدم التحية لأهل القدس ولأحباء القدس في كل مكان. نؤكد اليوم أن القدس هي عنوان هذا الصراع الممتد بين الإسلام كدين وحضارة وثقافة وبين الغرب الصليبي وذراعه في المنطقة، هذا الكيان المشبع بالحقد والعنصرية والسلاح المسمى إسرائيل، والذي يستهدف نهضة الأمة واستقلال أي قطر فيها في نفس الوقت الذي يستهدف فلسطين ومقدسات الأمة فيها. فهذا الكيان ما كان ليقوم إلا بعد أن هدم الغرب الصليبي النظام السياسي الإسلامي
ممثلا في دولة الخلافة العثمانية، وبعد أن غزا عقول المسلمين بالتبشير والاستشراق. اليوم من لم يعمل على تحرير القدس ومواجهة هذا الكيان لا يستطيع أن يعمل على استقلال بلده ونهضتها وتحررها. من لم يعمل على تحرير القدس فليتحسس إيمانه وإسلامه ووطنيته. اليوم في الوقت الذي يوقع فيه بعض حكام العرب عقد العبودية لهذا الكيان، وتتجرأ فيه إسرائيل على الاستفراد بأهل القدس، هدم البيوت ومصادرة الأرض وزرع المستوطنين فيها، لا تعبأ بهم. في نفس هذا اليوم ينهض أبناء القدس وأحباء القدس في فلسطين وفي كل مكان ليدافعوا عن القدس وعن مقدساتها. وليعلم الجميع أن القدس أمة مجاهدة موحدة لها تاريخ مجيد من الجهاد والحضارة، أمة من مختلف الأجناس والأعراق والألوان والمذاهب، لها تاريخ عريق في الدفاع عن القدس، ولها رموز من العلماء والمجاهدين دفنوا تحت أسوارها. للقدس رجال عاهدوا الله على النصر أو الشهادة، وكلاهما نصر، رجال لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.